عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير ورمضان كريم عليكم. مثل ما قريتوا بالعنوان، طريقة أختم القرآن الكريم، كتاب الله الكريم، خلال شهر رمضان بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. طبعا احنا شنو من نلزم الأجهزة مالتنا، الأجهزة الإلكترونية نلزمها بالساعات، ساعتين 3 ما ندري بروحنا. يعني أتفاجأ أنا الوقت كله راح من عندي وأنا قاعدة على التليفون أو على اللابتوب أو على لعبة أي شي يعني. زين، بس من أجي أقرأ القرآن بسرعة أنعس. ما أدري يعني أنتم عندكم هاي يعني الحالة لو بس أنا عندي. مرات والله حتى من أريد أنام بالليل وما يجي لي نوم أقول خل أروح أقرأ قرآن حتى أنعس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أريد أطول عليكم الفيديو، بس الطريقة أنا هاي متخذتها برمضان، أختم القرآن بكل سهولة وما أتعب، ما أحس بتعب. يعني وإن أنا عندي دوام وعندي بيت وتعرفون بعد ركضة البيت والفطور وشغلات وتنظيف، بس مع هذا أقدر يعني أختم القرآن. مثل ما نعرف إحنا القرآن الكريم هو متكون من 30 جزء. زين، هسه هذا أنا عندي أي قرآن، هو أي كتاب قرآن متكون من 30 جزء. الجزء الواحد متكون من 10 ورقات. يعني ستي حتى لو مثلا قولوا لا مو 10 ورقات، نحسبها وياكم، هي كل جزء تحسبونه هو 10 ورقات. الجزء الأول 10 ورقات، الجزء الثاني 10 ورقات. زين، وبما أنه إحنا عندنا 5 صلوات، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، يعني الصلوات الواجبة هاي عندنا. فشنو نخلي إحنا كل يوم 10 ورقات ناخذ، كل يوم 10 ورقات. هاي ال10 ورقات أجزئها، أخلي ورا صلاة الصبح ورقتين، ورا صلاة الظهر ورقتين. شوفوا ورقتين، ورقة كاملة يعني صفحتين، يعني صفحة أولى وصفحة ثانية، هاي يسمونها ورقة، هاي يسمونها ورقة. فورا صلاة الصبح ورقتين، وورا صلاة الظهر ورقتين، وورا صلاة العصر ورقتين، ورا صلاة المغرب ورقتين، ورا صلاة العشاء ورقتين. راح يكون عندي شنو؟ أنا عندي 10 ورقات باليوم الواحد. كملت أنا 10 ورقات، يعني كملت جزء. أبدي بيه هذا من اليوم الأول، أو يوم أول رمضان أبدي بيه، أخلص لي جزء. ثاني يوم نفس الطريقة، وثالث يوم نفس الطريقة. راح يجي رمضان ويخلص، تشوفون أنتم خلصتوا الختمة مالت القرآن وأنتم ما حاسين. تقدرون أنتم مثل إذا تردون تكملونها، مثلا لا ختمتين 3 يسوونها، أكو بيهم يسوون حتى 5 ختمات 6. هذيك تكون متعبة للي عنده مثلا عنده مسؤولية، عنده أولاد، عنده شغل، عنده مدارس، يعني تكون متعبة هاي. بس اللي لا ما عندها شيء، قاعدة بالبيت أو امرأة كبيرة بالعمر ما عندها يعني شيء وعندها من يقوم عنها يعني بالأعمال المنزلية، تقدر هاي ما عندها شيء تقدر تختم 5 مرات 6. بس إحنا يعني هاي الختمة للي عندهم أعمال. يعني أنا من البداية قلت للي عندهم أعمال، كوني أنا موظفة أنا أختم القرآن بهاي الطريقة. فإن شاء الله جربونها وراح تستفادون يعني من هاي الطريقة، وأكيد ما راح تنسوني بالدعاء. وهاي الختمة إن شاء الله هدية للمرحوم فؤاد صالح. أتمنى ما تنسونه بقراءة الفاتحة، وإن شاء الله تستفادون من هاي الطريقة. وما أريد أطول عليكم، إن شاء الله ألقاكم بفيديوهات جديدة، ورمضان كريم عليكم ويعود عليكم صحة وسلامة، ومع ألف ألف سلامة.